يا مرحب حبايب قلبي، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. اشتاقيت لكم كلش هواي. اليوم طبعا راح اسوي لكم اطيب حلو بطريقه كلش سهله وبسيطه، وبنفس الوقت الطعمه يجنن. اتمنى تجربونها وتابعوا الفيديو للاخير، ويلا خلونا نبلش بطريقه التحضير. هنا عندي نوعيه هاي البسكت، اي نوعيه بسكت تردون تستخدمونها هذا الشيء اختياركم. وعندي هنا كل باكيت بسكت ب 200 غرام مثل ما جاي تشوفون. هسه والبداية راح اكسر البسكت بس ما يكون ناعم. هسه اشوف لكم الطريقة خطوة بخطوة. الشكل كسرت البسكت، وهسه راح اسوي الشوكولاتة. هنا ضفت كوب من الحليب بارد، وهنا عندي ملعقتين كبيرة من الكاكاو. وهذا الكاكاو هاي النوعية اللي استخدمها. ضفت كوب من الحليب وملعقتين كبيرة من الكاكاو كاكاو خام. وهسه راح اضيف الشكر راح اضيف 3 ملاعق كبيرة، واضيف ملعقة كبيرة من الزبد. هنا عندي زبد ملعقة كبيرة، وراح اضيف قليل من فانيلا. الكاكاو وراح اضيف قليل هنا شوي شوي بالتدريج. راح اضيف بالتدريج على البسكت هذا الشكل. هسه راح ارتبها واتركها بالثلاجة مدة 2 ساعة، وبعدين ابلش لكم بالخطوة الاخيرة. راح اذوب هاي الكريمة كلش طيبة، اشتريتها من الريفة. بعد ما خلصت مدة 2 ساعة انا ذوبت الكريمة. نتركها بالثلاجة مدة 10 دقائق واشوف لكم شكلها. وهسه وصلنا لنهاية الفيديو حبايب قلبي. مثل ما شفتوا طريقتها كلش سهلة وبسيطة، وأتمنى تجربونها. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وشاركوا رابط قناتنا مع أصدقائكم وأقربائكم، وإن شاء الله نوصل العدد الأكبر. وأحبكم كلش هواي، وألف عافية. باي.